السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم هبة حسن، والنهاردة هنتكلم مع تip سريعة جدا في نيوك، وهي ازاي ان انت تستخدم الاي ديستورت نود بان احنا نحول من صورة ل animated water simulation زي كده خفيف جدا. ممكن بنحتاجه في بعض الفريمات، في بعض الشغل لينا عندنا. يعني مثلا ممكن انت تكون اشتغلت environment زي ديت 3D وعايزين نختصر وقت للسيميوليشن للميه مثلا، او عندنا في شوط معين عندنا حاجه زي كده، وحابين ان احنا ناخد الايفكت دوت وفي نفس الوقت نوفر في وقت السيميوليشن. ممكن كمان نضيف ليها حركه كاميرا. ففي يعني استخدامات كتيره جدا لاوبشن جميل زي ده. طيب ازاي ان احنا نستخدم الاي ديستورت نود عشان نوصل للايفكت الجميل اللي احنا شايفينه ده؟ كمان ان احنا ممكن مش بس في الميه، نفس الفكره نطبقها في الهيت ستورد. طيب تعالوا كده ببساطه نعرف الموضوع يتعمل ازاي. هناخد نفس الايمج اهي، عباره عن ايمج عاديه جدا. تمام، كل الفكره اني قايمه عن اني بعمل له نويز، فراكتال نويز، ومن خلالها بنبدا ان احنا نستخدم الانيميشن بتاعت النويز جوه الصوره. ازاي؟ نويز نود. قبل ما تبدا اي شغل عندك خلي بالك ان المشكله الازليه في شغلنا على الكومبوستنج هي المقاسات او الريزوليوشنز بتاعت الشغل بتاعك. فقبل ما ابدا اشتغل لازم اخد بالي الريزوليوشن بتاعت الايمج بتاعتي عامله ايه، وفي نفس الوقت الريزوليوشن بتاع البروجكت بتاعي عامل ازاي. انا بالنسبه لي مش عايزه اغير البروجكت لاي هدف، يعني ممكن يكون عندي مثلا مظبطاه لحاجات تانية، او مش عايزه اغير فيه، او نسيت اغيره. فتفادي للموضوع دوت، انا مش عايزه النويز تبص على الريزوليوشن اللي هو 2K، انا عايزاها تبص على الريزوليوشن بتاعت الفريم اللي انا مدخلاه، سواء في 2K 4K ايا كان. بخليها تعمل كده ازاي؟ بص هي الريزوليوشن بتاعها اختلف ازاي. طيب نحلها ازاي؟ ان انت تدخل له ريفورمات مود وتوصل النويز بتاعك بالريفورمات، وتخلي الريفورمات هو بقى اللي يظبط الدنيا عندك. انا عندي هنا ديت كام، بختار الريزوليوشن بتاعي من، طبعا زي ما احنا عارفين في الريفورمات بيقرا اي فورمات دخلت جوه النيوك، فانا بختار الريزوليوشن اللي ماشي مع السايز بتاعت الصوره بتاعتي. فبالتالي لما اروح نويز زي ما احنا شايفين الاتنين ايه، شبه بعض. جميل جدا. الخطوه التانيه بقى ان انا ابتدي اخلي النويز بتاعي فكرتها ان انا عايزه احولها لفراكتال نويز تمشي مع النويز بتاعت الميه نفسها. يعني ايه؟ يعني تاخد نفس التعرجات بتاعتها، تاخد السكيل بتاعها، تاخد الشيب بتاعها، علشان تبقى منطقيه بشكل كبير. هي كده المنظر اللي احنا شايفينه دي كبيره جدا بالنسبه للسكيل بتاعت الميه. طيب نظبطها ازاي؟ بفتح النويز وعندك مكانين تظبطها منهم. اما ان انت تروح للسايز الاكس واي سايز، من هنا نبدا ان احنا نظبطها بان انت بتغير في الارقام وتجرب، او بتروح للترانسفورم، ومن الترانسفورم بتروح برضو للسكيل، عندك تفصل ده عن ده وبتبدا تتعامل. هي الفكره كلها من الاساس تجارب. فاحنا بنجرب مثلا نص، والهايت غالبا ما بيكون اقل منها، يعني مثلا دي لو 0.5 دي هتبقى 0.05 ماشي، لو دي قلنا دي هتبقى 0.2 هتبقى دي 0.02، يعني حاجة شبه كده. تمام. طب جميل، نرجع تاني للنويز. طب جميل، انا دلوقتي بدأت اوصل شوية ل ولو ان ديت انا حاساها اكبر من السكيل، لا قريبة منها. بدأت توصل شوية لشكل الفورم بتاع المية او الفورم بتاع الووتر نفسه. طيب عايزة ابتدي اخد الانيميشن.
يعني مش بمنتهى البساطة من الزي. لما بروح كده للنويز هعمل كده بقى مع النويز، وابدأ مثلا في أول فريم اديله كي سيت كي، نروح لآخر فريم نخليها مثلا شوف. تمام، نبص كده في حاجة مش مظبوطة، نقف عند 1 دي هتبقى 0، وفي الآخر تبقى 2. ظاهر إن أنا دوست على اوبشن ممكن مهمتاش أهو بالمنظر ده. كده بدأنا نحس إن في حركة المية، متخيلها بصرف النظر عن الألوان هتحس بحركة المية فيها. ممكن نضيف لها إفكت جميل كمان واحنا واقفين عليها. نروح على ترانسفورم وبرده على أول فريم، اوكي، ونيجي ترانسفورم نقول له سيت كي، وفي الآخر حركه مثلا حركة بسيطة بزاوية كده، حاجة بسيطة زي كده مثلا. تعالوا نشوف هتبقى عاملة ازاي. أنا رجعت كده للميوز عشان منشوفهاش، بص عاملة ازاي حركة المية اللي احنا الناس اللي لما تركز في المية قوي هتحس ان امواج المية بتتحرك باتجاه معين، ده يديلك تأثير الريل اللي احنا بنشوفه. طب جميل جدا. دلوقتي انا عايزة اخد الانيميشن ده وانقله للمية الجميلة دي. انقلها لها ازاي؟ هنا بقى يجي دور اي ديستورت نود. بس لو بصيت في الاي ديستورت نود هتلاقيها الحركة بتاعتها أو شغلها الأساسي بيبقى قايم على استخدام اليو في، وأنا عندي النويز مش مقرية لا بيو ولا بفي، مقرية بالإكس والواي. فالفكرة إن أنا دلوقتي عايزة زي ما بيقولوا كوبري بين الاتنين، عايزة آخد الداتا بتاعت النويز بفورم يقراها الديستورت عشان يبدأ يتعامل معاها. طب هعملها إزاي؟ نعمل الكلام ده بنود مثلا زي الكي أو سوري الكوبي نود. الكوبي نود أنا عايزة آخد من نويز للفوتو بتاعي أو الإيمج بتاعي. طيب هناخد إيه بالظبط يعني؟ أنت لو هتاخد الألفا، هو أنت عندك هنا ألفا؟ عندي ألفا. لو أنا وقفت كده ورحت التشانل فوق رحت للألفا هتلاقي ديت هي في الار جي. خلي بالك بص هنا معايا ادي الار جي بي اي كلهم نفس الداتا، فانا باخد من اي واحده فيهم ماشي، وبعدين هوديها بقى للشكل اللي هو بيقراه. هو بيقرا يو وفي، فاما تختار فورورد يو او في او باكورد يو او في، اختار اي حاجه من الاثنين، المهم يكون فيها يو او في. خلينا في فورورد. فانت عندك في فورورد يا اما يو يا اما فورورد في. لو اخترنا مثلا يو تمام، بعد كده نبدا ندخل الاي ديستورت. طب ماشي مفيش اي انيميشن لسه مفيش حاجه حصلت، وبعدين لا ما انت لازم تقول له الاول خلي بالك انت عندك هنا فوق شانل اسمها فورورد اللي انت هناك حطيت فيها اليو، فانت بتقول له اقرا الفورورد اللي انا مديها لك. تمام برضو لسه مفيش انيميشن. ما انت علشان تعمل انيميشن افتح سكيل شويه، برضو لسه مفيش انيميشن. في الحاله دي تعالوا نغيرها دي وخلينا نكبر السكيل شويه. بدات تقرا زي ما احنا شايفين. هي الفكره ان السكيل ما كانش كافي بالشكل اللي احنا ملاحظه. طيب تعالوا انا لو رجعت تاني للفيو هل هيبقى في نتيجه؟ على فكره فيه بس خفيفه شايفين. فبالطريقه اللي انت عايز توصل لها، حابب اليو حابب الفي. طب افرض ان انا عايزه الاثنين، مش عايزه اليو بس ولا الفي بس، انا عايزه الاثنين. في الحاله دي وزعهم، يعني احنا متفقين ان النويز موجوده في الريد وجرين وبلو والفا. خلينا هنقول ان الريد تقرا اليو والجرين تقرا الفي. كده هو بقى عنده الداتا من الاثنين، فهيقرا رايح جاي.
شكلها جميل جدا. حاسس ان حركة المية سريعة، ارجع تاني للنويز لو انت عايز. ستوب، نقف عند اخر فريم، بدل 2 ممكن نخليها 1 لو انت عايز. كده شايفين الدنيا ايه بالمنظر الرائع ده. بس عندي مشكلة ان هو بيعمل الديستورت ده على الصورة كلها، فالجبال واخدة الديستورت والسماء وكل حاجة، وده مش ده اللي انا عايزاه، عايزة مية بس. يبقى بمنتهى البساطة استخدم الألفا. الديستورت معتمد على الألفا بتاعتنا كلها، وهنا مش قاري ألفا، ديت هي الألفا، وهو قاري دي كلها. هو بيتعامل مع النويز عن طريق الكوبي، تمام؟ فالفكرة هنا بقى إن أنا أقول له لأ، اتعامل مع الجزء ده بس. فعندك حاجة من اتنين، إما بعد ما أنا وصلت للي أنا عايزاه أديله تحت وأقول له روتو، وأجي هنا أقول له خد الريكتانجل ده كده، ونوسع دي سنة ودي سنة، ناخد فيزر جميل، ممكن دي ننزلها سنة كده، تمام بالشكل ده. وطبعا أو ممكن جواها هي في ملتبلاي RGA كده بقى عندي مية بس، واروح اعملها ميش اوفر على المين فوتو كده بالمنظر ده. كده انا خدت الديستورت في الحته اللي انا عايزاها، وطبعا في البعيد بتبقى الحركه اضعف مش باينه بشكل كبير، فانا كده وصلت للي انا عايزاه. دي طريقه. الطريقه التانيه بصراحه انا بفضلها اكتر، ان انا مش بعمل كل الكليكات دي. الفكره ان انا باخد، يعني بدل ما بعمل كده انا باجي للديستورت وبديله الروتين. ممكن بدل ما اعمل واحده جديده هي بدل ده كله باخدها بالماسك بمنتهى البساطة بالشكل ده. هي تختار الطريقة اللي انت عايز، ساعتها دول مش هيبقوا ليهم لازمة، مش عايزينهم، تمام؟ فانت تقدر تختار دي او دي. هو بصراحة الشطارة ان انت تقدر تحقق الافكت بأقل نودز ممكن، مش كتر نودز وخلاص والدنيا، بس حسب برضو الطريقة اللي انت حاببها، يعني مش مشكلة. بنفس الفكرة تخيل معايا لو كانت ديت مثلا نار وحابب تعمل الاي ديستورت ديت في حاجة فيها افكت النار، بنفس الاي ديستورت نود وبنفس الفكرة بالظبط نشتغل عليها. اتمنى تكون التيب بتاع النهارده مفيدة ليكم ويفيدك في البروجكت بتاعك او في شغلك، وان شاء الله نتقابل مرة تانية في تركيب.